وطنيه يا استاذ وائل ولا غير وطنيه، ملفات. لا، ما انا مش ما ينفعش يعني في بيان يصدر عن البرلمان الاوروبي اناقشه من منظور يا استاذ. نقول بلاش نناقشه يعني. لا انا ما بقولش بلاش نناقشه، انا يا استاذ وائل عندي خيارين هنا يا استاذ وائل. نمره واحد، لو هناقش بيان الاتحاد الاوروبي انا هجيب المعني بالاتصال المباشر الدوائر المباشره مع الاتحاد الاوروبي وبرلمانه وهناقشها يا استاذ وائل. عاوزه اناقش بقى ملف حقوق الانسان في مصر. احد الذين تخصصوا في انا لايمه على معالي السفير يا استاذ وائل، وانا اعلم قدره وقيمته وتاريخه، بس انا لايمه عليه في حاجه. انما برجع اكد على حضرتك يا استاذ وائل، ملفات تمس الامن القومي بشكل مباشر وبهذه الخطوره لا تناقش يا استاذ وائل بين وجهتي نظر. احنا ما بنتكلمش عن نوع اسلحه لا يا استاذ وائل، لا يا استاذ وائل، ما تم اصداره من برلمان الاتحاد الاوروبي هو احدى محاولات حصار وخنق مصر. طيب دي وجهه نظر، يبقى لا يا استاذ وائل دي مش وجهه نظر. كل الوقائع في الاقليم حوالينا وفي العالم حوالينا وكل التصعيد اللي في المنطقه والمنطقه اللي على سطيح ساخن بتقول هذا الكلام يا استاذ وائل. هذا الكلام ليس مستحدثا، وهذا الكلام مش من بنات افكاري. انا يا استاذ وائل لازم اشوف المشهد المصري من خلال المشهد الاقليمي، والا ابقى انا انسانه مغيبه. ما ينفعش يا استاذ وائل انا اجيب وجهه نظر بتعزز وتؤكد اللي بيقوله برلمان الاتحاد الاوروبي، يبقى انا كده بقول له ايوه تعالى افرض وصايع عليا، ايوه انت محتاج مني اي تنازلات عشان اعملها لك. اللي انا يا استاذ وائل لايمه في على معالي السفير. معالي السفير يعني حضرتك انت عايزه تسمعي وجهه نظر واحده بس بتقول ان مفيش اخطاء؟ لا يا استاذ وائل مش وجهه نظر واحده بس، ولا استاذ وائل الاتحاد الاوروبي مستني يا ريهام؟ بس هو الاتحاد الاوروبي مستني يعني، ما هو صدر البيان قبل هذه الحلقه يعني، مستني مثلا ان في برنامج انما فكره لا ما نناقش، لان ده معناه ان احنا هيبقى عندك وجهه نظر بتقول اصل في انتهاكات او في اخطاء فليكن. طب اقدر ارد على حضرتك، وانا بعيد واكرر اني انا تلميذه قصاد حضرتك. لسه يا استاذ وائل دلوقتي يعني تم ذكر او احد الضيوف السفير معتصم على ما اظن عدد مصادر المعلومات. معصومه انا اسفه. عدد مصادر المعلومات اللي بتستقي منها الدول الاوروبيه وغيرها معلوماتها. قال لك نمره واحد السفارات الاجنبيه على ارض هذه الدوله، نمره اثنين منظمات المجتمع المدني، وانا بقول لحضرتك الثالثه جواسيس وخونه وعملاء بيبقوا داخل الدوله، واحنا دوله للاسف مخترقه من الداخل. وبعيد تاني يا استاذ وائل احنا دوله مخترقه من الداخل، وهاكد كلامي ده لحضرتك بعد شويه. تمام. فاذا يا استاذ وائل هم مش اكيد هم مش مستنيين حلقه لحضرتك علشان يصدروا بيان او يعدلوا بيان هم عاوزين يصدروه. انا كيف نتعامل مع بيان بالشكل هقول لحضرتك تاني يا استاذ وائل، بيان بهذه الخطوره انا ناقشه من منظور الامن القومي فقط، خاصه ان انا دوله لسه بمر بمرحله حرجه. الاقليم كله يا استاذ وائل بيتقطع ويتمزق، وانا لازلت الدوله الوحيده اللي واقفه على رجلي. عشان اعدي الازمه دي انا لازم اكون متماسكه داخليا، ولازم اكون عندي ثقه بلاش في كل مؤسساتي، على الاقل في المؤسسات السياديه اللي هي بتنوب عني خارجيا يا استاذ وائل. هذا الملف معني بدي هتم في الدوله، الخارجيه المصريه والامن القومي. غير كده يا استاذ وائل مع احترامي لكل الضيوف اللي عند حضرتك هذا الكلام الحقيقه لا يجوز. يعني نطلع دلوقتي نناقش ده في المخابرات وفي امن الدوله، ولا نطلع نناقشه فين يا استاذ وائل؟ انا بقول ريهام بص، كل الوسائل يا جماعه افهموا دور الاعلام، يعني كل يقوم بدوره. المخابرات بتقوم بدورها، امن الدوله بيقوم بدوره، والدبلوماسيه بتقوم بدورها، والخارجيه يا استاذ وائل بتقوم بدورها. وزاره الخارجيه اصدرت بيان. ممكن يا استاذ وائل اللي يرد برضه على هذا البيان المعني في وزاره الخارجيه المصريه، ولازم انا كمواطنه مصريه وانا كاعلام مصري يبقى عندي القدر الكافي من الثقه في مؤسسات الدوله السياديه التي تنوب عني. احنا بنناقش كيف طب انت شايفه ان التعامل مع الخارج كويس جدا هايل؟ انا شايفه ان رئيس نجيد التعامل مع الخارج ولا انا شايفه ان الرئيس انفسنا في الداخل؟ لا يا استاذ وائل، انا شايفه ان الرئيس السيسي احدث طفره في السياسه الخارجيه المصريه، واللي مش قادر بتكلم عن التعامل مع الخارج، ملوش علاقه بالسياسات الخارجيه. التعامل مع الخارج ده قضيه ثانيه. هقول لحضرتك، شوف يا استاذ وائل، التعامل يا استاذ وائل مع خارجيا
دي مسألة شائكة جدا ومعقدة جدا. أيا كان عند ضيوف حضرتك أيا كان عندهم من معلومات هذه القشور يا أستاذ وائل من ما هو موجود. ما حدش عنده معلومات على فكرة، ما حدش عنده معلومات في وجهات نظر. أنا لما بقول معلومات مش بقول يعني نظر. أنا لا أعني أسرار. أيوة شوف بقى يا أستاذ وائل، فيما يتعلق بالأمن القومي لا يجوز هنا وجهات النظر. أنا يا أستاذ وائل لما أكون بتكلم عن ملف بيخص الأمن القومي أنا لا أتحدث عن وجهات نظر. في مؤسسات دولة سيادية هي المعنية يا أستاذ وائل. أنا بقى لو أنا ريهام عايزة أناقش أخطاء التعامل مع الخارج يا ريهام، وأخطاء التعامل وإن أنا أشوف إزاي أتعامل مع ده. لا في وجهات نظر، في وجهات نظر مجلس النواب يا ريهام، بس اسمعيني بس. في وجهة نظر تعالى إن أنا هقول بيان البرلمان الأوروبي سفالة ووقاحة، وعندي نواب قالوا كده في مجلس النواب وخلاص. في وجهة نظر بتقول لا، لابد أن أفنده وأرد عليه وأواجهه. هي دي وجهات النظر. انما البرلمان الاوروبي برضو كان اصدر برضو تقرير قاسي جدا وعنيف جدا ضد الروس قطعوه ورموه في سله القمامه، قالوا لهم ما تلزموناش مثلا يا استاذ وائل. خليني اخد اجابه من ده عشان ما بقاش بتحدث نيابه بس عن الضيوف. لا انا عايزه بس استاذ وائل مع عندك تعليق على ده في انه يعني بيان برلماني نشر وصدر ويتم التعليق عليه، الخارجيه تصدر بيانا والمجلس النواب تعاملوا معاه بالشتائم واحنا نتعامل معاه بالموضوعيه. ما عندناش معلومات يعني يا ريهام تخل بالامن القومي. استاذ وائل ممكن ارد يا استاذ وائل؟ اتفضل. طيب شوف يا استاذ وائل، انا لو اتكلمت في الدبلوماسيه المصريه ابقى انا بني ادم، ابقى انا انسانه مدعيه مع احترامي الكامل لسياده لمعالي السفير. انا بتكلم يا فندم من وجهه نظر مهنيه لان دي شغلتي، مش بتكلم مش بدي وجهات نظر. انا بقول لحضرتك بكلم حضرتك من منطلق وقاعده مهنيه بحته، انا مش بدي وجهات نظر. نمره 2 يا استاذ وائل، موضوع الصين ده موضوع محلي بحت، فساد داخلي عند الدوله. انا هنا يا استاذ وائل بقول قدامنا خيارين، انا عايزه اناقش ملف حقوق الانسان في مصر اناقشه من منطلق محلي بحت مش استنادا على تقرير البرلمان الاوروبي. هاجي بقى يا استاذ وائل هناقش تحت مظله هذا البرلمان. انا بقول اللي يسمح بده يا استاذ وائل ناقشناها من منطلق محلي، بس عنوان هذه الحلقه ايوه يبقى انا هنا يا استاذ وائل عنوان الحلقه بيان الاتحاد الاوروبي كيف نتعامل معه. انا هنا يا استاذ وائل اللي بضع نفسي بقى تحت مظله الرعايه الدوليه وتحت مظله البرلمان الاوروبي، وده منطلق ليا علشان اقول لمعالي السفير حسن هريد البرلمان الاوروبي يشوف هذه الحلقه. استاذ وائل رايي المهني قد اكون مخطئه، بس انا لو ده رايي المهني يا استاذ وائل. كفانا خلقا للفزاعات بقى يا استاذ وائل. سيبني بقى يا استاذ وائل ارجوك، لان انا دخلت في فرعيات الحقيقه. اتفضل. عايزه ارد بس في مضمون الحلقه. معالي السفير حضرتك قامه وقيمه كبيره جدا في مصر. حضرتك لما حضرتك تطالب بفتح مكتب للمفوضيه الساميه لحقوق الانسان في مصر، حضرتك بتدعو لانتقاص سياده الدوله. حضرتك تعلم تماما المفوضيه الساميه لحقوق الانسان لا تنشئ مكاتب اقليميه او مكاتب حتى فرعيه الا في دول منقوصه ومنتهكه السياده. تركيا نفسها رفضت فتح مكتب للمفوضيه الساميه على اراضيها. اسرائيل تقبل يا معالي السفير؟ لو اسرائيل تقبل انا هقبل، لو تركيا تقبل انا هقبل. فارجوك يا معالي السفير الكلام يبقى بحساب، لان ده طب خلينا اسمع تعليقه على ده ريهام عشان المسائل. تعليق معالي السفير امريكا الديمقراطيه في العالم كله ما عندهاش مكتب مفوضيه ساميه ليه يا فندم؟ بلاش امريكا، كلمني حضرتك عن نموذج السودان لما اتفتح هذا المكتب على ارضيها ايه اللي حصل؟ بقت دولتين يا فندم وهتبقى 4 قريب قوي. يا فندم ارجوك، انا لا احتذي لا بتركيا ولا احتذي باسرائيل، انا بتكلم عن دول رفضت بشكل قاطع انتهاك سيادتها على اراضيها. فتح مكتب مفوضيه ساميه في القاهره ومكتب اقليمي كمان زي حضرتك ما بتدعو، ده انتقاص من السياده المصريه. دي بقى حاجه ثانيه يا استاذ وائل عشان بس مجموعات حقوق الانسان اللي مصدعينا. السفير البريطاني جون كاسن وهو ملفه في مصر الحقيقه ملف سيء جدا، وانا بقول للخارجيه المصريه ده فاكر نفسه مندوب ثاني بريطاني، مش فاكر لا يعلم ما هي قواعد الدبلوماسيه المحترمه في العالم يا استاذ وائل. ناشر تويته من حوالي 3-4 ساعات اعاد نشر تصريح بريطانيا بالامم المتحده عن مصر، بيقول ان احنا بنعبر عن شديد القلق ازاء تقارير الاعتقالات والتعذيب ووضع المجتمع المدني في مصر. يطلع بعد ساعه بالظبط من هذه التويته الاستاذ الفاضل جمال عيد يرد عليه يقول اوضاع السجون والدولار واللعب على نفس المشاكل اللي عندنا، بس اللعب بيها على نطاق واسع بلعب بيها بره. تمام، بصدر مشاكل للخارج. رد عليه بعد ساعه.
دوائر وشبكات يا استاذ وائل بتسلم البلد للهلاك. شوف يا استاذ وائل، من اهم تحديات الامن القومي المصري ومن اكبر عمليات الاختراق التي تتم على ارض مصر هي منظمات ما يسمى منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه. سياده السفير معصوم، انا ما بشوفكوش تظهروا الا لما تحصل في مصر مشكله لدغدغه مشاعر المواطن المصري واستثمار مشاكله. احنا ما بنقولش ما عندناش مشاكل، احنا دولة عندنا مشاكل، انما احنا عندنا قيادة شعب بيثق فيها قادر على حل هذه المشاكل. تيجي حضرتك تقول لي البرلمان الاوروبي اصله قاري المشهد صح، واصل توصياته كذا وكذا، واصل انا عندي اختفاء قسري وعندي تعذيب. ما تجيب لي حضرتك شرطة دولية في مصر عشان تنهي الاثام والاخطاء اللي انتوا مكبرينها دي. ما تستدعي حضرتك بقى الامم المتحده تعمل دلوقتي اجتماع عاجل تصدروا المجلس الامن بتدخل دولي في مصر. دي دفعه عند حضرتك يا استاذ وائل كان بيقول الدوله عندها رعونه، لا احنا اللي عندنا رعونه يا استاذ وائل. احنا بقى اللي مش قادرين نقرا المشهد الداخلي كويس قوي، مش قادرين نشوف الخطر اللي فيه. هاخد تعليم معصوم ان روسيا الدوما الروسي اصدر قانون من سنتين جرم فيه كل ما يسمى منظمات مجتمع مدني وجمعيات اهليه. حضرتك بتكلمني عن المجتمعات المفتوحه، حضرتك بس راجع هذا القانون في الدوما الروسي يا فندم لو سمحت. حضرتك بتقول ان انا مش بشخصن الامور، انا بقول واقع الحال مش بشخصن امور. تمام؟ فريدم هاوس يا استاذ وائل معالي السفير ما قالش ان هي اللي دربت الاولاد اللي طلعوا صربيا وشفنا منهم الويل هنا. المركز الجمهوري اللي كان في القاهره، المركز الديمقراطي، عملوا ايه يا استاذ وائل؟ الخرائط اللي كانت موجوده جوه والتخطيطات اللي كانت موجوده، المخططات اللي كانت موجوده جوه، هو تهدر يا معالي السفير ارجوك. انا بتكلم في امن قومي لدوله. وبعدين مين قال لحضرتك ان انا مش صوت الدوله ولا انتمي الى النظام باي حال من الاحوال؟ وبعدين حضرتك ما تعرفنيش، ما تجرب كده حضرتك افتح موبايلك بعد الحلقه حط كده اسمي عليه وافتكر كده حضرتك طلبت مني ارجوك يا استاذ. هو شخصا يا استاذ وائل في حق ارد عليه. هو بيقول انه ما افتكر يا معالي حد ما يعرفنيش يعني. حضرتك يا استاذ وائل لا يعنيني، انا مش مشهوره قوي عشان كل مصر تعرفني، انا مش وائل الابراشي عشان مصر كلها تعرفني. انا صغيره جدا يا استاذ وائل، انما هو بيدعي انه ما يعرفنيش. حضرتك شوف رقمي على موبايلك متسجل باسمي ريهام نعمان. حضرتك افتكر كويس قوي طلبتني قبل انتخابات الرئاسه وطلبت مني ايه يا معالي السفير. انا مش هقول الكلام ده على الهوا ماشي. حضرتك كده اعمل ريفرشمنت للذاكره عندك. شوف يا استاذ وائل احنا في مرحله احنا طلبت منه ايه بس على مهلك بقى يا فندم، مش فكره على مهلك. حضرتك اللي جريت الحوار